أعداد جديدة من المهاجرين يصلون إلى صقلية في إيطاليا الخميس بعد إنقاذهم في عرض البحر المتوسط بواسطة قارب إنقاذ سويدي. مسؤولون إيطاليون أشاروا إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 3700 مهاجر منذ يوم الاثنين وحده. وفي حين أن تدفق المهاجرين لا يظهر أي علامة على التراجع، عقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو رينسي اجتماعا مع رؤساء الأقاليم الإيطالية ناقش كيفية التعاطي مع هذا الملف. الاجتماع وصفه رئيس إقليم فينيتو لوكاز هيا من رابطة الشمال التي تعارض الهجرة بغير المجدي، وأضاف: لابد من التمرد ضد الحكومة المركزية، يجب أن يمتنع رؤساء الأقاليم بالرد على الهاتف عندما تتصل الحكومة. أكثر من 500 مهاجر وصلوا عبر هذا القارب الخميس إلى إيطاليا. رحلة لم تخلي من تسجيل حالة وفاة، إذ لقيت سيدة حتفها أثناء عبورها من القارب إلى سفينة الإنقاذ السويدية دون معرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة. أحد المسؤولين الإيطاليين قال إن أوروبا تشهد إبادة بوفاة مهاجرين غير شرعيين في المتوسط، ودعا إلى إقرار مبدأ السماح بحرية الدخول بطريقة قانونية إلى الاتحاد.